مساء الخير عليكم. كيف العادة نهار الاثنين غادي نكملوا الحكاية ديال الناب الأبيض، الديب اللي تولد حر ولكن وهب راسو للآلهة البشر وقرر أنه يبقى معاهم، فضل الحماية والماكلة المضمونة على الحرية ديالو. الروابط ديال الأجزاء الأولى درتهم لكم مع الفيديو، ودابا يلا نشوفوا الناب الأبيض فين وصل. في الأخير ديال شهر دوجنبر القندس الرمادي سافر مع ولده ومراته. الناب الأبيض كان سبق له شاف الكلاب المخيم كيجروا المزلاجات عليها، منين ربطوه حتى هو يجر المزلاجة ما عملش ردة فعل خايبة. ميتساه ولدو ديال القندس الرمادي كان راجل مزيان، كان رد البال الفعيل لي بليب والقباحة ديالو مع الناب الأبيض. في الأول الكلب ما كانش ديالو، عليها ما كان كيقدر يدير له والو منين كان كيأذي الناب الأبيض من غير أنه يضربه بالحجر. دابا ميتساه شرا لي بليب وجاتو الفرصة باش يربيه على شنو كان كيدير. ربطو في الأول ديال المزلاجة، لي بليب صحاب له أن هكذا كان كيفضلو على الكلاب الآخرين. في الحقيقة الكلب الأول ديال المزلاجة ماشي كيتحكم في الكلاب اللي موراه، بالعكس كيرجعوا تابعينو وما حاملينوش وباغيين غير يهجموا عليه ويعضوه. الكلاب منين كانوا كيشوفوا لي بليب سابقهم كيجري كان كيسحب لهم هربان منهم، كانوا كيتبعوه باش يلحقوه ويهجموا عليه. لي بليب كان كيبغي يدور باش يواجههم، تما كان الصوت ديال ميتساه كيضربو باش يزيد يكمل الطريق وما يدورش يدبز مع الكلاب اللي تابعينه. باش يزيدو يكرهوه ميتساه كان كيدير راسو كيفضل لي بليب، مرة كان كيعطيه ياكل غير بوحدو، الكلاب كانوا كيتجننوا. الناب الأبيض كان كيعمل لي كيتقلب بلا مشاكل، كان قادر أنه يتحمل الجران ديال المزلاجة وكان عارف شنو هو الثمن ديال التمرد. التعامل الخايب ديال الكلاب معاه زاد قربو من البشر. ماماه صافي تنسات، تقبل البشر كأسياد، والحاجة الوحيدة اللي كان كيبغي يدير دابا هي أنه يطيعهم ويكون وفي ليلهم. الناب الأبيض كان كيحترم المبدأ ديالو، تاع القوي وحقر على الضعيف. ما نساش شنو داروا فيه الكلاب، ونهار اللي كان كيقدر ينتقم كان كيديرها. الكلاب رجعوا كياكلوا بالزربه حيت عارفين اذا الناب الابيض سال الماكله ديالو غادي ياخذ لهم ديالهم. الناب الابيض كان عازل راسو عليهم، الكلاب اللي ما كانوش كيسمعوا للهدايا ديالو كان كيعاقبهم، كان صارم معاهم لدرجه انه رجع طاغيه. القندس الرمادي والعائله ديالو بقاو مسافرين لشهور طويله. هاد السفر زاد عاون الناب الابيض انه يتطور جسديا وذهنيا. كل ما داز الوقت الناب الأبيض كان كيشوف العالم على أنه بلاصة بلا رحمة وبلا شفقة. الناب الأبيض ما كانش كيبغي مولاه، فعلا كان إله، ولكن كان إله متوحش اللي عمره كيعمل شي حاجة ظريفة أو لا فيها الرحمة. إلا غلطتي كيدربك، وإذا درتي شي حاجة مزيانة كان كيكافئك بأنه ما يدربكش. عمره دار شي حاجة حنينة مع الكلاب ديالو. واحد النهار وقفوا في واحد المخيم والناب الأبيض عصى لأول مرة القانون ديال القندس الرمادي. الكلاب كانوا كيدوروا في المخيم باش يقلبوا على الماكلة. الديب لقى واحد الولد كيقطع اللحم، وقف قدامه وبدا كياخد التريفات الصغار اللي كيطيحوا في الأرض. منين الولد رد له البال هز واحد العصا وبدا كيجري موراه. الناب الأبيض ما كانش كيعرف المخيم مزيان، وجبر راسو حاصل بين جوج الخيمات وموراه واحد الهضبة صغيرة. الولد قرب باش يضربو، الناب الأبيض كان عارف راسو ما دار حتى حاجة خايبة باش يتعاقب، ما فطنش براسو حتى نقز على الولد وعدو من يدو. من موراها مشى تخبى مول القندوس الرمادي. الولد وعائلته جاو كيتشكاو وكيطلبوا أن الديب يتعاقب. القندوس الرمادي وعائلته دافعوا على الديب ديالهم وعطاوه الحق في شنو دار. الناب الأبيض تعلم قانون جديد، الآلهة فيهم وفيهم، كاين اللي خاص يتحمل منهم كل شيء، وكاين اللي من حقه أنه يدافع على راسو معهم وواخا يعضهم. في نفس النهار الناب الأبيض زاد تأكد من هذا القانون. ميتساه مشى بوحدو للغابة يجمع الحطب، وتما تلاقى الولد اللي عضو الناب الأبيض. بداو كيتعايروا وشوية صحابو الولد حتى هما هجموا وبداو كيضربوا في ميتساه. في الأول الديب كان غير كيتفرج ومخلي الآلهة بيناتهم. واحد الساعة شاف أن ميتساه اللي هو واحد من الآلهة اللي خاص الطاعة ديالهم كياكل في العصا وما قادش على ديك الدراري كاملين.
الديب ما زادش فكر، نقص في وسط منهم، وفي قل من 5 ديال الدقايق الدراري هربوا والدمايات كتسيل من الجرحات ديالهم. فاش رجعوا للخيمه و100 ساعه عاود شنو وقع، القندوس الرمادي عطى بزاف ديال اللحم للناب الابيض اللي كلا وتمد فرحان قدام العافيه. من ديك النهار الناب الابيض بدا كيحمي الالهه ديالو والمتاع ديالهم، كان كيواجه الالهه الاخرين وكيوقفهم، واخا كيخاف منهم شويه الواجب كان كيجي قبل كل شيء. القندوس الرمادي زاد دربو باش يحديه ويحدي عائلته وما يخلي حتى شي حد يقرب للممتلكات ديالهم. من نهار بدا هاد المهمه الديب رجع متوحش كتر. كان بينو وبين القندوس الرمادي فحال واحد العقد، كان كيوهب راسو للبشر الاله، وفي المقابل كياخد الماكله، العافيه، الحمايه والعيش في مجموعه. دابا واخا كاع يتلاقى ماماه ما غاديش يتبعها، الواجب ديالو هو يبقى مع القندوس الرمادي ويخدمه. فهاد الواجب ما كانش الناب الابيض كيعرف شي حاجه سميتها الحب. في شهر ابريل القندوس الرمادي سال الرحله ديالو. الناب الابيض كان في عمره عام، كان الشكل ديالو شكل ديب، ديك الرباع د الكلب اللي ورث من ماماه. يمكن كان حاضر في الطريقه د التفكير ديالو، ولكن ما كانش كيبان كاع في الشكل ديالو. الديب كان كيدور في المخيم فرحان انه رجع للالهه القديمه. دابا منين كبر ما بقاش كيخاف من الكلاب الكبيره وبدا كيتسارى بيناتهم هز راسو. الخوف اللي كان كيشوف في العينين ديال الكلاب اللي شحال هادي كانوا كيتحقروا عليه خلى الناب الابيض يفهم شحال كبر وشحال رجع قوي. واحد من الكلاب الكبار حاول واحد النهار يهجم عليه باش يديلو الماكله ديالو. الناب الابيض هجم دغيا وضرب الكلب بالمخالب ديالو. الكلب بقى مصدوم، يلاه ماشي بزاف كان كيتحقر على الديب وكيغلبو. فبلاصه ما يرجع اللور ويخلي الديب، الكلب زاد فيه وبغى يستغل ديك شويه د الخوف اللي كان مازال عند الناب الابيض منه. كانت هذه الغلطه د حياته، الكلب رجع للمخيم كله دمايات. هذا النصر زاد الثقه ديال الناب الابيض في راسو، ما بقى كيخاف من حد وما كيحيد من الطريق لحد. كيف ما كان ما كيقدرش يتقبل حتى شي قله الاحترام، ما كان كيقبل حتى شي صداقه. كان ديما غادي بوحدو باغي غير يخليوه مرتاح. ما داش بزاف د الوقت حتى كلشي فهم كيفاش الديب كيشوف الامور وعطاوه اتساع. واحد النهار في الصيف الناب الابيض كان كيدور في المخيم وكيشوف واحد الخيمه اللي تبنات منين كان مسافر، وهو يتلاقى ماماه. الديب كان عنده ذكرى بعيده على ماماه، وقف كيشوف فيها، هي بينات النياب ديالها وغوتت. الناب الابيض تفكرها في ديك اللحظه مزيان، ورجعوا له كاع الذكريات ديال منين كان صغير. قبل ما يبدا يخاف من الالهه كانت كيش هي الكائن الوحيد اللي كيخلعو واللي كيعرفو قوي وما كيتغلبش. الديب فرح بزاف ونقز عندها، هي ما عطلاتوش وعداتو في البلاصه. الديب رجع اللور ما فهم والو. كيش ما كانتش قبيحه اولا شريره، الطبيعه ما عطاتهاش القدره ديال انها تفكر ولادها منين يكبروا، ودابا هي عندها وليدات صغار اخرين اللي خاصها تدافع عليهم وتحميهم من اي واحد. في ديك اللحظه جا واحد من ولادها وبدا كينقص قدام الديب. الناب الابيض حنا عليه وبقى كيشوف فيه بفضول. كيش هجمات عليه وعداتو عاود. الذكريات اللي عند الناب الابيض على ماماه ماتوا في ديك اللحظه، هو ما بقاش محتاجها وتعلم يعيش بلا بها، وكيف ما هي ما خلت له حتى بلاصه عندها، حتى هو غادي يخرجها من حياته. باش تجري عليه كيش هجمات عليه للمره الثالثه. في القانون د الغابه الدجوبه ما كانوش كيهجموا على الديبات، عليها الناب الابيض خلاها ومشى في حالاته. الشهور دازوا والناب الابيض زاد كبر وتقوى. كان كل شيء في الشكل ديالو كيقول انه ديب، ولكن الوقت اللي عاش مع الانسان والتربيه اللي تعملات له خلاته انه يكون كلب بشي حاجه لداخل ديال الديب. الكراهيه ديالو للكلاب الاخرين تزادت، بالحق كان كل نهار كيزيد يعزز كثر عند القندوس الرمادي. واخا الناب الابيض كان قوي، كانت عنده واحد النقطه ديال الضعف اللي كتخليه معصب ومجنن. الديب كان كيكره يضحك عليه شي واحد، كان كيسعر، وحيت ما كيقدر يعمل والو للالهه كان كيخرج العصب ديالو كامل في الكلاب اللي كيتلاقى. منين كانت عنده 3 سنين جات واحد المجاعه كبيره وبزاف د الحيوانات ماتوا.
القوي بدا كياكل الضعيف وخا من نفس الفصيلة. في المخيم ديال الآلهة الناس كانت كتموت بالجوع. واحد الساعة بداو كياكلوا الكلاب ديالهم. الناب الابيض كان كيحاول يصيد في الغابة. التدريب اللي كان خدا في صغرو مع ماماه نفعو بزاف. بالحق كان كيتبع غير الفرائس الصغيرة اللي ما كتشبعش. شي مرات كان كيسرق الارانب اللي كتحصل في الفخاخ ديال الآلهة. واحد النهار تلقى واحد الديب صغر منه علين يموت بالجوع. الناب الابيض ما فكر جوج المرات وكلاه. واحد النهار كان كيتسارى في الغابة فرحان حيت الأسبوع كامل وهو كياكل مزيان. واحد الساعة هو يتلاقى مع لي بليب اللي جا حتى هو يصيد في الغابة. لي بليب كان في حالة خايبة بزاف وما قدرش حتى يقاوم الديب اللي دغيا قتلو. دازوا الأيام وواحد النهار الناب الأبيض كان كيتسارى وهو يسمع أصوات مألوفة. ضل غيب شوية بين الشجر وفرح بزاف منين شاف المخيم ديال الهنود الحمر اللي جا لديك البلاصة. مشى للخيمة ديال القندوس الرمادي فين لقى غير مراتو. فرحات بزاف منين شافتو وعطاتو حوتة كبيرة. سالاو أيامات الجوع. الديب كلا وتمد كيتسنى الإله ديالو. ما بقى شك أن الناب الأبيض ما يمكنش يسمح في البشر اللي وهب حياته ليلهم. الحرية وماماه رجعوا ذكرى بعيدة اللي ما بقى عنده ما يعمل بها. الحكاية ديال اليوم هنا سالت. القصة ديال الناب الأبيض مازال مستمرة ومازال الأيام مخبعة له بزاف د المفاجآت. دابا ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم على خير حتى نتلاقاو نهار الجمعة إن شاء الله.